حابة الفيديو ده يكون مختلف شوية واحكي لكم بقى قصة كده جميلة قوي 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 كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والموقف ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وفاء بالعهد وحسن خلق رهيب جدا جدا، وكان عمره ابدا في حياته ما كان يتفق على معاهدة او يتفق على اي حاجة ويخون العهد ده، الا لما اللي قدامه هو اللي يبدأ ويخون العهد ويخون الثقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداهاله ويخلف بعهده. فساعتها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف بقى معاه، اما النبي كان بيبدأ في خيانة العهد ابدا، مستحيل، ما شفناش ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهارده بقى احكي لكم موقف حصل في صلح الحديبية. طبعا اكيد في ناس كتير منكم عارفين صلح الحديبية اللي كان 6 هجريا. صلح الحديبية دي كانت عبارة عن معاهدة كان فيها نقط كده، شوية نقط حلوين، بيها معاهدة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المسلمين وما بين قريش يعني الناس المشركة. فكان من ضمن نصوص المعاهدة نص بيقول ان محدش يدخل الاسلام من قريش او منهم يعني من المشركين، وان لو حد عايز يدخل الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يرده لقريش تاني، يرجعه ليهم. فطبعا اكيد في الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجمع ناس كتير يكونوا فعلا مسلمين وينشر الرسالة بتاعته. لكن جه بعد المعاهدة على طول شخص اسمه ابو جندل، كان عايز يدخل الاسلام وفعلا اعلن اسلامه وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ينضم للنبي وينضم للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها رجعه تاني للمشركين، قال له انه يرجع تاني للمشركين. ساعتها بقى ابو جندل استغرب جدا وكان خايف قوي وقال للمسلمين: يا معشر المسلمين، اخاف ان يفتني المشركين في ديني، يعني اخاف ان هم يفتنوني في ديني ويرجعوني ليهم تاني ان انا اعبد الالهة بتاعتهم هم ويردوني عن الاسلام. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له: يا ابا جندل، اصبر واحتسب، فان الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. فهنا ده بيدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن خلق وعنده وفاء بالعهد، ما كانش زيهم. وطبعا الكلام ده مش بس للنبي صلى الله عليه وسلم ان النبي بس هو اللي بيوفي بالعهد بتاعه، لا ده كان لازم كل المسلمين توفي بالعهود بتاعتها. يعني انت حتى لو اديت صاحبك قلت له مثلا هنزل معاك النهارده، لازم توفي بالعهد بتاعك ده وتنزل معاه فعلا النهارده. طب ان شاء الله هبقى انزل معاك، للاسف بقينا نقول كلمه ان شاء الله اللي هو في المشمش، بالمعنى في المشمش انا هبقى انزل معاك بقى، بس في المشمش ان شاء الله. انا يعني للاسف ما بقتش كلمه ان شاء الله ليها هيبتها زي زمان. يعني ان شاء الله دي ان انا هنزل معاك مثلا، يعني ده مثال، هنزل معاك او هعمل لك الحاجه اللي انت عايزها ومفيش حاجه هتمنعني ان انا انزل معاك الا اراده ربنا سبحانه وتعالى. ده معنى كلمه ان شاء الله، مش ان شاء الله ده اللي هو يبقى قابلني، يعني مفيش حاجه اسمها كده. فلازم احنا كمان كمسلمين نوفي بالعهد. وانا بنصح نفسي اصلا قبليكم، يعني مش بقول لكم النصيحه دي انتوا لوحدكم، لا انا كمان معاكم. فالمفروض ان احنا ناخد النبي صلى الله عليه وسلم قدوه في كل حياتنا وفي كل حاجه في حياتنا. يعني مفيش افضل ولا اشرف ولا احسن قدوة من النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم احنا مقصرين جدا جدا جدا، بس بنحاول وبنجاهد وبنسعى، وان شاء الله لو فضلنا نحاول ونسعى ونجتهد هنقدر في يوم، هنقدر وان شاء الله ربنا هيجازينا على الطريق اللي احنا ماشيين عليه وعلى محاولاتنا الكتيرة جدا ان احنا ناخد النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في حياتنا. ان شاء الله تتحسب لنا حسنات باذن الله. فمحدش ييأس ومحدش يحس كده انه مقصر، احنا كلنا مقصرين، بس على الاقل احنا بنحاول وبنجتهد. فالحمد لله على نعمة الاسلام.